السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ النهارده ان شاء الله احنا في تاي هنعمل لكم رز البخاري. طبعا عشان نكذب عليكم ونقول لكم انا دكتور فيه، انا مش دكتور فيه، انا جايب الدكتور بتاعنا الشيف هاني جمعه الله يبارك لك من كفر الحاج حسن، صح؟ ديار بنجم شرقيه. انا جايبه مخصوص عشان تمام، انا جايب الراجل ده مخصوص عشان يعمل لنا شويه رز من ايده. الشيف هاني اكتر من 20 سنه في مجال الرز في السعوديه، في اكبر مطاعم السعوديه. اتفضل يا شيف هاني، نورتنا وشرفتنا، اهلا بيك. اتفضل ربنا. زي ما انتم شايفين كده يا شيف هاني الرز احمر. بعدين الصلصه تمام. تمام، يعني طماطم طبيعيه وصلصه معجون مضروبه في الخلاط. تمام. كركم على كاري على ورق لورا على جرفه على حبهان فلفل اسمر. دي توابل الرز. دي توابل الرز، خلطه الرز الخال. تمام. طبعا بهارات مش موجوده هنا طبعا. البهارات ديت الشيف هاني جايبها لنا مخصوص من السعوديه عشان الفرح ده. خد بالك؟ ده ايه يا شيف هاني؟ دي كام؟ ده كام كام؟ ده كام؟ ودي لون الزعفران، بس هنا في مصر له اسم تاني بس مش لون الزعفران، لون الزعفران السعودي. بس ده مختلف عن اللي موجود عندنا هنا يا شيف خالص. اللون ده مختلف، انا ما شفتوش لون الزعفران ده. توابل هناك عامة في الخليج توابل حلوة، توابل نظيفة لأنها بتيجي من الهند أصلا، حاجات نظيفة مش مضروبة يعني. من الهند وباكستان اللي هم أساس البهارات يعني. فاضل حاجة تانية هتضيفها يا شيف؟ هدوا النار شوية كده، خليها تستوي بقى كده على مهلها خالص. سبكها يعني. تسبك وبعد كده ايه نبقى ايه واحنا بننزل الرز تمام. نكملوا الفيديو معانا. نكمل الفيديو. طيب ماشي تمام. نحطوها الشوربه بتاعت اللحم تمام. يعني نعمل بيها الرز. شوربة اللحمة اللي احنا سلقنا بيها، شوربة الذبيحة بمعنى صح. اللي هي المرقة. المرقة زي ما بنقول المصريين. مش المصريين اللي بيقولوا مرقة. يا اخوانا حبايبنا الطيبين، هذه الشوربة زودناها على الصلصة اللي هي الطماطم المضروبة في الخلاط والمعجون، صح يا شيف؟ والتوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها، حبهان واللورة والجرفة والليمون والكاري والكركم. طبعا اتسبكت وبعد كده بنخفها بالشوربه اهي عشان تاخد غلوه، وبعد كده ننزله بالرز عليه. طب الرز انت بله يا شيف بره صح؟ ايوه بله بتاع نص ساعه كده بس. تمام. هو لازم ينبل الرز البخاري بالذات، لازم ينبل عشان يديك فول. الحبايب فول. حبايب الفول تمام. الله ينور عليك يا شيف. انما ملوش مقادير مثلا كيلو رز ياخد كذا ياخد كذا. انت لو شغلت المقادير مش هتظبط معاك المقادير. لازم تعمل الرز، تنزع الرز اقل حاجه نص ساعه، وبعد ما تنزعه نص ساعه هتجيبه على الميه بتغلي بتاعت تمام. بعد ما احنا عملنا الصوص بتاعه وحطينا عليه الشوربه. طبعا لازم يكون دخل نجع نص ساعه بس، يعني لما يكون ساعه تكون احسن. تمام. ساعه احسن عشان ما يغليش هنا، يبقى مقدار الشوربه يجي عقله صبع بس. وهو يزيد معاك وتمدد معاك. لما يكون رافع النار تيجي بسرعه تدينا الحبايه تمسك. تمام. انما لما يكون مديله نار هاديه، نار هاديه وتديله يعني راحته هو بيستوي على نار هاديه مش نار عاليه. لا بيستوي على نار هاديه. نار هاديه يعني النار الهاديه لها ميزه على النار العاليه في الرز. احنا هندوب الملح كده بتاعنا. طبعا يا جماعه احنا زودنا شوربه تاني عشان كميه الرز اللي معانا، صح يا شيخ؟ احنا زودنا شوربه على الشويه التانيين. فبنظبط ملحك طبعا. بصوا يا جماعه، الشغل في السعوديه غيرنا احنا هنا، ممكن ندوق كده بالمعلقه والكلام ده. انا لاحظتها حتى على الشيفات السعوديين والخليجيين بيكبوا صح يا شيف على كف ايديهم ويدوق كده، غيرنا احنا بندوق بالمعلقه. فدي برضو تكه لها ميزه يعني، وممكن يستطعم كده، واخد بالك غيرنا صح؟ لها طعم معين يعني انت بتستفاد منه. طبعا دي بتبقى خبره في الشغل، خبره بقى. اكيد ان شاء الله. انا الصراحه شفت كذا برضه شيف كده بالطريقه اللي بيعملها والله. اللهم صل على النبي. انت بتزود كده خلطه زعفران صح؟ عشان تديك اللون اللي انت عايزه. اللون اللي انت عايزه. تمام.
الشوربه هتبدا تغلى اهوت، وهنبدا بقى نجيب الرز بتاعنا ان شاء الله. شايفين يا جماعه طريقه دي طريقه بقى بتاعت الجماعه الخارجيين اهو. اهو صح كده؟ طيب ماشي. زودوا ملح برده تاني. طبعا كل ده يا جماعه ما فيهوش مجادير، ده شغل خبره بقاله اكتر من 20 او 22 سنه في السعوديه. الشيف هاني معرفه اليوتيوب والفيسبوك على فكره، راجل من الناس المحترمه، وراجل الواحد بيحترمه بصنعته ما شاء الله. انا رحت عنده هناك شغلانه الله يبارك له ويديه الصحه، بطلع شويه رز الله يبارك لك ويديك الصحه. عشان كده انا جبته مخصوص النهارده والله. وفي نفس الوقت عشان الراجل ده يديكم خبرته ويعرفكم طريقه الرز، لان في ناس يعني بتنزل طريقه الرز بدماغها. لا ده بقى الاساس بتاع الرز البخاري، احنا جبناه مخصوص من الشرقيه عشان يعمل لكم شويه رز حلوين ان شاء الله. الله يخليك يا باشا. انت احنا مهما نعمل ما نديلكش حاجه في الصلاه اللي انا شفتها بامانه الله، حاج رجال يعني. اولا انت ما انتش شيخ افراح، انت ما شاء الله اكبر مننا، ويعني ربنا يديك الصحه، حاجه ما شاء الله يعني. يا عم برضه احنا الله يبارك لك، مش اكبر منك ولا مشاهد. لا الله يبارك لك ويديك الصحه. احنا في داوود عند الشيخ المشاهد، انت على راسي، استضيفنا النهارده ان على شاء راسي. الله ونعمل لكم رز البخاري. على راسي. احنا جايبينه مخصوص عشان الاستاذ علي طلب مننا الرز البخاري، قلت لك انا هنجيب لك دكتوراه في الرز البخاري ان شاء الله وماجستير، انا لسه تلميذ. الله يبارك لك. ازاي يا عم؟ ان شاء الله. نخلص الجامعه. الفيديو اللي جه بقى ان شاء الله انا نعمله لكم ان شاء الله. الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شكرا يا شيخ صح؟ ولا هتجيب باقيتها لسه؟ نص شكار. انت جايبه في حله واسعه عشان ياخد راحته. 12 كيلو ونص. تمام. علشان كل حاجه تاخد راحتها وتطلع براحتها كده. انت عايز حاجه واسعه عشان الرز ده بيزيد ياخد راحته. كل ما ينطبق بالذات البسمتي كل ما ينطبق في حاجه اوسع كل ما باخد راحته ويديك. تمام. وريحك انت. تمام. لا يطلع معجون ولا يطلع مكسر ولا يطلع اي حاجه، يطلع مفروض وياخد راحته. كده طبعا هو هيشرب ونوطي النار اهو، يعني نسيب النار عاليه زي ما هي. تمام. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين الرز بدا يشرب معانا اهو، زي ما انتم شايفين الشيف هنا اهوت مقلب في الرز اهو، بدا يشرب معانا. ده الرز البخاري ان شاء الله. اللهم صل على النبي. تسلم ايدك يا شيف هاني. اللهم صل على النبي. طبعا احنا لسه برضه ايه معلين النار شويه، ساعه ما يبدا يشرب خالص طبعا لازم النار توطى وتنحط له شياطه عشان ايه ما يشدش او ما يلدعش مننا. تمام. ويعمل ريحه. صح يا شيف هاني؟ بص يا جماعه التكه ديت، اللهم صل على النبي. شايفين التكه الجامده دي؟ اللهم صل على النبي. ده جزرك يا جزر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. على مالك السعاده. اللهم صل على النبي. ان شاء الله ان شاء الله. شايفين التكه دي جديد علينا. تسلم ايدك. احنا بقى ايه بنحط الجزر مع الخلط غير الشغل ده. طبعا لسه خلطه يا جماعه معانا لسه زبيب ومعانا بندق ومعانا لوز. صح يا شيخ؟ معانا زبيب وبندق ولوز صح؟ الزبيب اللي بينزل هنا وحمص الشام كمان معانا اهو. نديله حمص كمان اهوت. طبعا الحمص انا غليه من امبارح لحد دلوقتي. تمام؟ انا غليه ونبعه في ميه من امبارح اهو زي ما انتم شايفين اهو. الحمص ده زي بتاع الكشري اهو. هاتوا الناس شويه. هنا هدينا النار يا جماعه وحمص الشام وجزر وزبيب والفلفل الاخضر ده. تكات جديده ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. هتغطي بقى وتسيبه يتشرب براحته. يشرب براحته بقى ويستوي بقى. يستوي وبعد كده ايه نقلبه وبعدين نقلب. لازم يتقلب الثاني، لازم يتقلب قبل التقليب. وقت ما انت بتقلب تقلب برضه معاك ايه في التقليب. تمام. الغطا بتاع الحله اهو. قد ايه كده يا شيف؟ يعني ان شاء الله نص ساعه. نص ساعه ان شاء الله باذن الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد فوات نص ساعه. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. تسلم ايدك. الله يسلمك. تسلم ايدك. طب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي يا شيف؟ احنا كده شلنا احنا هنشيل ده كله. تمام. دي خلطه للرز البخاري. دي خلطه الرز البخاري. يعني انت بتحطها مثلا تستوي معاه او تستوي معاه ومع الغرف تنحط عليه وبعدين نلمها كده. تمام كده اهو. طب ما ينفعش نقلبوها عليه كله مره واحده؟ لا ما ينفعش. لا ما ينفعش.
لمها كده اهو، كلها كده اهو. شوف ما شاء الله الرز. 3 البيض والكبار. لمها كده اهو. تمام. وتحط ايه قطع على جنب. تمام. ديت وانت بتغرف كل صحن تحط عليه معلقه. تمام. معلقه صغيره من بتاعت الاكل. تمام. زينه وطعم. زبيب مع حمص مع الجزر مع الفستق مع اللوز، يديله طعم رهيب رهيب. ان شاء الله. نتفرج ان شاء الله الرز ان شاء الله. اللهم صل على النبي. قبل ما اللهم صل على نجرب النبي. تسلم ايدك يا شيف. طب ورينا شكل طبق الغرف كده. طبق الغرف هو طبق شويه وبعدين عليه من هنا كده شويه من طعم وشكل. شويه بندق وشويه لوز وشويه بندق وشويه لوز. بصوا يا جماعه كده الخلطه اهي. اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا. بندق ولوز ده وجزر الرز وزبيب. البخاري الاصلي. ده البخاري الاصلي الرز اللي البخاري بنطبخ في اليمن، بنطبخ في السعوديه، بنطبخ في باكستان، بنطبخ في افغانستان. هو ده الرز البخاري، هو اصله افغاني باكستاني هندي. تسلم يا شيف احمد. تسلم يا شيف تسلم هاني. يا شيف هاني. تسلم مش احنا. تسلم ايدك يا باشا. بكده ان شاء الله وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وعمل اللايك، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.